بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأماجد، سنتطرق في فيديو اليوم وعلى غير العادة إلى قصة حياة رياض محرز. سنتطرق إلى نشأة رياض محرز وبداياته في صرصال، ثم توجهه إلى اسكتلندا لأداء التجارب، كذلك مساعدة والده ووفاة والده وأمور كثيرة وعديدة بإذن الله، ومجموعة من المعلومات سنتطرق لها في هذا الفيديو. نلتقي بعد الفاصل. أنا ولدت في باريس، لكن انتقلت إلى سارسيل وكان عمري عاماً أو عامين. أريد أن أقول إن سارسيل مدينة عريقة، هناك الكثير من الجنسيات، لقد نشأنا جميعاً معاً حقاً. لقد عشت في كل مكان تقريباً في سارسيل، في 3 أو 4 أحياء مختلفة. أنا أعرف هذه المدينة بأكملها. عندما كنت صغيراً لا أتذكر، لكني أتذكر منذ أن كنت في 4 أو 5 من عمري كنت ألعب طوال الوقت. أحببت مارسيليا كثيراً، كنت أحب هذا النادي. لقد أحببت حقاً جميع لاعبي مارسيليا، كل من ديدي دروغبا، ريبيري، نيانغ، نصري، بن عرفة، كلهم لقد أحببت هؤلاء اللاعبين حقاً. وزيدان أيضاً، لأننا نشأنا مع زيدان. لقد كان اللاعب الذي شاهدناه عندما كنا صغاراً. كنت أتدرب مع والدي، وقمت بالتسجيل في سارسيل. لقد أعطونا بدلة رياضية باللونين الأزرق والأصفر. تلك هي ذكرياتي الأولى. كان والدي يلعب كهاوي، لكنه لاعب رائع. عندما كنت صغيراً، كنت أذهب لرؤيته وهو يلعب. إنه لاعب عظيم. كنت ألعب معه، وكنا نلعب غالباً خلف منزلي. كان والدي يقوم بتدريبي، وكانت لدي صفات مماثلة له. لقد دفعني حقاً. ومع مرور الوقت، أصبح من الصعب علي أن أدرس. لم يكن الأمر على ما يرام في المدرسة، لذلك حاول معاقبتي بعدم الذهاب إلى كرة القدم، وكان ذلك قاسياً. وحين وفته المنية كان عمري 15 عاماً، والشيء المؤلم أنه مات ولم يحضر أول مباراة لي. عندما مات أبي، حدث شيء ما، وقلت لنفسي أنني يجب أن أنجح، يجب أن أفعل ذلك من أجله. كما أن لم يبق أحد ليساعد أمي، لذلك لن نكذب على بعضنا البعض، لقد عشنا في ظروف صعبة، ولم يكن الأمر سهلا. من المؤكد أنه هناك أشخاص أسوأ منا. لقد كنت أنا وأخي فقط، وأنا أعلم أنني أمتلك كرة القدم ويمكنني القيام بشيء ما. كنت مقتنعا حقا، لذلك أعطيت نفسي الوسائل. في الحقيقة كنت في سارسيل، ورأى الجميع أنني أمتلك إمكانيات كبيرة. كنت ألعب مع الفريق الأول وكان عمري 17 عاماً، وكنت أشارك في المباريات المهمة. في الحقيقة ذهبت إلى فريق أقل من 18 عاماً لمساعدتهم، لكن بخلاف ذلك كنت ألعب في كثير من الأحيان في فريق الكبار. وقال الجميع إنه يتعين علي الرحيل، وأنه يتعين الذهاب للاختبارات، وأنه يتعين الذهاب للقيام بشيء ما. كان لدي وكيل أعمال أعمل معه، وكان اسمه جان إيفين. أخبرني أن لديه خطة للذهاب إلى اسكتلند. قلت حسناً. كان ذلك في شهر يناير تقريباً. أخبرني أنه يجب علي الذهاب إلى هناك، وسأحصل لك على تذكرة وكل شيء، وهناك ستقابل وكيلاً آخر سيعتني بك. ذهبت إلى سانت ايرين، وكان الجو بارداً جداً، لذلك كنت أبقى في الفندق. كنت أتدرب كل يوم. كنت أفضل لأنني لم أتدرب أبداً بكثافة عالية. وسارت الأمور على ما يرام، وخضت مباريات جيدة، ولعبت 4 مباريات ودية.
وسجلت 7 أهداف. أتذكر كما لو كان ذلك بالأمس، وفي كل مباراة كان الرجل يقول لانتظر، دعنا ننتظر، سوف نرى وننتظر وسنرى ماذا سيحدث. مكثت هناك لمدة 2 شهرين، لذا في الفترة من يناير إلى مارس تركت المدرسة لإجراء التجارب التي كان من المفترض أن تستمر أسبوعاً. لم أستطع تحمل الأمر لأنني كنت هناك ولم يكن لدي أي شيء. كنت أتدرب، نعم كنت أتدرب جيداً، كنت ألعب مباريات جيدة، لكن لم أكن أعرف ما هو مستقبلي. وعدت إلى باريس، ولكني اتخذت بعداً آخر في جسدي وفي طريقة لعبي، وأصبحت أقوى. لكن أمي لم تكن موافقة على ما أقوم به لأنني توقفت عن الدراسة، لذلك قطعت لها وعداً على أن أعود إلى مقاعد الدراسة في غضون 2 شهرين إن لم أجد نادياً. فقط أحتاج إلى 2 أو 3 لأتدرب جيداً.